ألف ألف مبروك للمنتخب المغربي الفوز اليوم على سوريا، وهاردك للمنتخب السوري. المنتخب المغربي بالصف الثالث يا أخوان إلى نصف نهائي كأس العرب. الإحصائيات كل شيء لهم 20 تسديدة و8 على الباب. يا الله صراحة المنتخب السوري اليوم فرق مع عمر خريبين بعد إصابته. المنتخب السوري اليوم يعني مو مرة، يعني أنا جالس أتخيل لو المنتخب المغربي يلعب بالصف الأول إيش بيصير في البطولة هذه. هارد لك لمنتخبنا السوري الخروج من بطولة كأس العرب من دور ربع النهائي بعد ما فاز المنتخب المغربي على المنتخب السوري بنتيجة 1-0. ومبروك التأهل لأخواتنا المغاربة إلى دور نصف النهائي من بطولة كأس العرب. إن شاء الله المنتخب السوري مع الأيام بيتحسن ومنعود أقوى وأقوى. بدكم أحكي الحقيقة؟ المنتخب السوري كان له ضربة جزاء والله وانظلم. ألف مبروك يا مغربي، مبارك التأهل تستاهل، بس لحد السوري انظلم. ضربة جزاء كان غيرت مجرى المباراة، كان ليش الحسبة. اقسم بالله قهرت على الشعب السوري. ارفع راسك يا سوري، اوعى واحد ينزل راسه. طلعت البطولة وانت رافع راسك، حتى المغاربة احترموك، الكل احترمك على الأداء الرهيب اللي قدمته. مبروك المنتخب المغربي، لكن ما حد يقدر ينكر انه سوريا انظلمت اليوم، وكان في ضربة جزاء كان غيرت مجرى المباراة كامل. هارد لك يا سوري، اقسم بالله قهر. مع كامل احترامي لبطولة كأس العرب، من تنظيم، من منتخبات جبارة، من أداء ممتاز، من كل شيء، ولكن بلحظة ما هذا التنظيم وهذا اللي قرر يحط الحكم مع لجنة الفار بتأسيل البطولة بكاملة بيصدموا منتخب سوريا في بلنتي واضح وصريح. استوديوهات بي ان سبورت ومحللين بي ان سبورت تكلموا على بلنتي بما فيهم المغاربة، حتى على قنوات الكأس الجميع أجمع على أنه في بلنتي لمنتخب سوريا، ولكن ولله الحمد على هذا المنتخب الحالي. بعد ما اقول الف مبروك لمنتخب المغرب وصوله الى نصف النهائي، حابب اشكر كل لاعبين منتخب سوريا، سواء اللي شاركوا اليوم، اللي شاركوا في كل المباريات الماضي، الجهاز الفني، الجمهور اللي كان حاضر، الكل، حتى اللي كانوا على مقاعد البدلاء من اللاعبين. قدمتم اداء رجال واثبتوا للجميع انه منتخب سوريا قادر تبني عليه المستقبل، وصل لمكان كتير بعيد، انك انت تتاهل من مجموعه فيها تونس وقطر وفلسطين كتاني ترتيب المجموعه، وبالاضافه تواجه منتخب المغرب وتضيع عليه المباراه وتحرجه والحكم يوقف ضدك وتطلع خسران بنتيجه بس 1-0. انت منتخب عظيم، قادرين بهذا الجيل الشاب نبني كتير في السنوات البعيده الماضيه مع هذا الجيل، لانه عندنا في سوريا في خامات كرويه باذن الله تعالى في سوريا الجديده تظهر. شكرا لكم جميعا بدون استثناء. أول شيء هارد لك للمنتخب السوري الشقيق، وألف ألف مبروك للمنتخب المغربي الشقيق. صراحة المباراة كانت حلوة وممتعة لحد آخر دقيقة. المنتخب السوري قدم بطولة ولا أروع، منتخب إلى مستقبل، والمنتخب المغربي حاول بكل ما عنده لحد ما قدر يسجل هدف، وبصراحة كان يستحقون. لعبوا مباراة كبيرة، والمنتخب السوري أيضا لعب مباراة كبيرة. بالنهاية نقول ألف مبروك للمغرب وهارد لك للسوريا. ينكر بأن المغرب هي الأولى عربيا في منتخبات العرب ككرة قدم، هذا الاشي الواقعي. 1000 مليون هارد لك للمنتخب الوطني السوري، قدمتوا أداء رجولي من أول البطولة، استحقيتوا بأنكم تنالوا إعجاب وأنه نفتخر فيكم كفريق. أقسم بالله ليس مجاملة، فريق هذا راح يكون للسنوات الجاية نفتخر فيه. نعرف بأنه سوريا طالعة من حرب وفترة التحضير ما كانت طويلة، الكل بيعرف الظروف اللي مر فيها المنتخب السوري. قدمتوا أداء بطولي بنفتخر فيه. خسرنا بطولة بس، ولكن خسرنا حارس كإلياس هداية بنفتخر فيه كسوريين. يسعد دينك من بين الحراس. كسبنا، نحافظ على هذا المدرب، نحافظ على هؤلاء اللاعبين. أعمار صغيرة، بعد 4-5 سنوات أو 3 سنوات راح نلاقي عندنا منتخب يحقق لنا إنجازات بنحلم فيها. هذا هو الواقع اللي عم نعيشه. المنتخب المغربي أجهز، المنتخب المغربي محضر أكثر، المنتخب المغربي الكل لا غنى عن التعريف، والمنتخب السوري كذلك الأمر، الكل بيعرف الظروف اللي مر فيها سوريا وشعبها وكل شيء. مش حجة بس، ولكن هذا الواقع. ألف مبروك للمغرب، هارد لك للمنتخب السوري. لو وصلت معنا لغاية هنا ما تنساش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل فيديوهات جديدة مننا، والسلام.